المره التاسعه اللي فيها بيبسي ببلاش. اخلص دي وهاجي المره 10. وانت لو معاك 100 جنيه ممكن تفطر بيها ايه في ايكيا؟ فكل واحد فينا معاه ال 100 جنيه دي وهندخل ايكيا ناكل ونحلي ونشرب. هنتعامل بقى كل واحد معاه 100 جنيه يخش جوه يتعامل جوه بقى. بس هل بقى ال 100 جنيه هتكفينا ولا لا؟ فده اللي هنشوف بقى. يلا بينا. هو المفروض ايكيا اصلا بتاع اساس، ولكن هو المفروض عنده كده مطبخ كبير بتختار منه اللي انت عايزه وبتفطر فيه او بتاكل فيه. عموما انا بصراحه ما جربتش الحوار ده قبل كده، يعني انا عارف ان ايكيا فيه مطبخ، فاحنا هندخل بقى نشوف لاول مره اكل ايكيا عامل ازاي، وهل نعرف نفطر منه ب 100 جنيه ولا لا. هو الموضوع صعب لان فكره 100 جنيه على فكره ايكيا، حاسس الموضوع الحوار ممكن يعدي بصراحه 100 جنيه. احنا هنحاول نوفقها فكره 100 جنيه بالظبط، ان احنا نخش ناكل ونحلي ونعمل كل حاجه ب 100 جنيه. المفروض انت بتجيب كده اللي هو البتاع دي كده، تمشي بقى بتاخد الطبق بتاعك تمام، تحطه كده علشان تبدا بقى ايه تجيب كل اللي انت عايزه. برضه خدت بالي ان انت ممكن تاخد الكوبايه بتاعتك تملى العصير بتاعك ب 30 جنيه. كل حاجه كده المفروض مكتوب عليها سعرها. اول حاجه اخدها الميه ودي سعرها 9 جنيه كده. اول حاجه كده معانا الميه ب 9 جنيه. كل حاجه هو المفروض مكتوب عليها سعرها، ولو مش عايز تبص على فوق بص برده هنا عادي هتلاقي كل الاكل اللي موجود مكتوب عليه سعر. يا رب بس 100 جنيه تكفي ان احنا نفطر بس فطار كويس يعني. انا شايف ان طاجن الرز ده ممكن نجيبه مع رز مثلا. عايز لا طاجن بطاطس وعايز معاه رز. تسلم. عايز اللي هو كرات اللحم دي مع الرز. المفروض كرات اللحم مع الرز عامله 70 جنيه او 69 جنيه بالظبط يعني. المفروض مع البطاطس مهروسه، ولكن انا هجيب معاها رز بدل البطاطس. ماشي حلوه دي كده. هو جبنا الطاجن بتاعنا مع الرز بتاعك. بعد كده تخلص تروح على الكاشير عشان تحاسب على الحاجه اللي انت جبتها دي. المفروض انا كده جبت اهو كده كل حاجه، الطبق والميه والكوبايه بتاعت البيبسي. واقول لكم ازاي دلوقتي تملوها على طول مدى الحياه، مهما انت قاعد تفضل تملى في البيبسي لحد ما تقول يا بس المشكله المفروض الحساب ده كده كله كان عامل 100 جنيه، بس هو قال لي في الاخر 103، فتقريبا 3 جنيه ضريبه او حاجه زي كده يعني. فمش عارف انا كده خسرت التحدي ولا ايه النظام. يعتبر اهو حاسبنا على الكاشير، وكمان ادانا الكوبايه دي بقى عشان نخش نملى منها البيبسي هنا. دي اللي هي ريفيل اللي انت بتعيد ملقاها كذا مره، فمعانا الكوبايه وكمان 89 جنيه، فادينا 11 جنيه. فكده تمام جدا جدا جدا. معاك اكلك ويعتبر الشرب بتاعك تشرب بقى زي ما انت عايز 100 100. مفيش بقى في قعدات هنا كتير، ممكن تروح تقعد في اي مكان تقعد تاكل. الاجواء هنا في ايكيا في رمضان جامده قوي. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 6 الا ربع. كنا عايزين نقعد هناك كده تبقى شايفين بقى الدنيا كلها. تعالى اوريكم كده، لو انت قعدت هناك هتشوف ايه. المفروض لو انت هتقعد كده تفطر هنا هتشوف بقى كده المنظر ده. تبقى قاعد يعني هتبقى شايف الدنيا كلها. بس تقريبا بقى خلاص، هو اصلا دلوقتي الساعه دلوقتي 5:47 دقيقه، فخلاص مش هتلحق يعني. هو مفيش اصلا مكان اصلا تقعد فيه، فخلاص يعني. بس انت بقى تعالى اقعد بدري علشان تشوف المنظر ده. عندك الواي فاي بتاعك بتاع ايكيا. طول ما انت قاعد كده ايه تتسلى، تقعد تفتح الواي فاي، تقعد تسكرول كده بقى ايه زي ما انت عايز. دلوقتي احنا كده معانا الكوبايه اهو بقى عشان نخش هنا نفهم بقى الدنيا بتمشي ازاي. انت عندك بص كل انواع كولا فانت تفاح سبرايت فانت برتقال كولا زيرو. ده مشروب غازي المفروض ده ريفيل يعني. انت بدل ما بتملى عايز تشرب تاني، عايز تملى تاني بتملى براحتك خالص، محدش بيكلمك. نملى كده ايه كولا. بيبسي ببلاش، بيبسي ببلاش يا جدعان من هنا للصبح. المره التاسعه اللي فيها بيبسي ببلاش. اخلص دي وهاجي المره 10 كده. المفروض نسفنا الاكل خالص. صراحه الاكل كان طعمه حلو جدا جدا، ولكن بس هو سعره غالي شويه. تبقى لعبه. تعال ولا واحده في النص. واحد بقى كله فطر في ايكيا ومش قادر، فهم عاملين لك هنا كده سراير ان انت ممكن تقيل كده عليها وتنام. لف انت بقى، خلص ال100 جنيه بتاعتك وتعالى ندخل. طبعا يعني هم عندهم حمامات برضو لو حد عايز يخش حمامات، بس طبعا ايه دي كاتب لك كده ان هي رجاء عدم الاستخدام، لان طبعا في ناس ممكن كده فيخش تمام جدا. طبعا في مرايات في كل حته، يعني كل حته حرفيا في مرايات، تقف تتصور دي ب 2000 ونص. تمام جدا. مش عايز صور. كأن بقى دي شقه، وتخيلوا معانا ان دي كده قطايف ودي كنافه. بس ايه رايقه قوي يا جدعان، رايقه قوي. دلوقتي كده في مطعم برضه تحت كده، فمكتوب الايس كريم ب 9 جنيه، فانا بقى معايا 11 جنيه. هل بقى هيطلع بنفس السعر 9 جنيه ولا لا؟ لو طلع ب 9 جنيه يبقى كده تمام جدا. كمان هيبقى معايا بتاع 3 جنيه. هو جبنا لنا الايس كريم طلع فعلا ب 9 جنيه، كده كمان هيبقى معايا 3 جنيه. معرفش بقى 3 جنيه ممكن نعمل بيه، بس اظن كده يعني اتعشت بقى كده. مش لعب عليا فجبت له ايس كريم. يمين 100 جنيه يا عم انت نصيبه في ايكيا. انا عديتها ب 100 جنيه بقى معايا 3 جنيه كمان. شكرا جدا جدا لسولا من هو اداني واحد ايس كريم 9 جنيه حبيبي والله. فبس بقى كده اتعشت جدا. انا فطرت صوبيا يعني، ولا جبت صوبيا ولا جبت تمر ولا اي حاجه خالص فاهمني. انت في ايكيا يلا، انت في ايكيا جبت صوبيا. فبس احنا كده كل واحد كده صرف ال100 جنيه بتاعته بمعرفته. قولوا لنا انتوا مين اللي كسب بقى، مين اللي كسب فينا كده مقابل سعر. طبعا سيبوا لكم لينك صفحه كده في الكومنتات، خشوا على فولو كده. فبس كده عجبكم الفيديو تعمل لايك في البيج. سلام.